يا ترى ده احسن هولدر موبايل ولا برضه بيكسر فتحات التكييف وبيسخن البطاريه وبيعمل الحوارات دي كلها؟ في رحلتي للبحث عن احسن هولدر موبايل ما يتعلقش على فتحات التكييف يكسر الثلاثه زي ما انتم شايفين كده، ولا يبقى فيه مغناطيس يسخن البطاريه بتاعت الموبايل يولعها نار وانا بستخدم جوجل مابس، لقيت الاختراع ده المفروض ان هو بيتثبت على العمود اللي ورا المرايه، فبرضه المفروض ان المرايه ما تتهزش وزاويه الرؤيه بتاعتها ما يحصلش فيها مشاكل مع كل مطب، والاهم كمان ان هو معتمد على مفصلتين تحدد المستوى بتاعه زي ما انت عايز، واخرهم بول هيد بتلف في 360 درجه على مشبك مش مغناطيس، فبرضه المفروض ان الموبايل ولا يسخن ولا يقع مع المطبات وانت مشغل جوجل مابس. تعالوا نشوف ونجرب هو تمام ولا اي كلام. في ظروف السواقه العاديه الهولدر بيعمل اداء هايل، الموبايل ثابت جدا، المرايه ما بتتهزش، مش بيبوظ الفيو بتاع المرايه، بس ابو المواتير بيضحي النهارده. احنا هنحاكي سيناريو ان احنا لبسنا مطب او نقره عنيفه جدا، فانا هلبس معاكم مطب لايف على سرعه 30 كيلومتر كده، نبدا بيها نشوف ايه الاخبار، هل هو تمام ولا اي كلام. احنا كده بنفرمل 40 35 30. مطب عنيف جدا، بس الموبايل الهولدر اتهز في مكانه فيكسد بس رجع تاني مكانه، يعني الفيو هو سيم ما اتحركش خالص، ما حصلش فيه اي حاجه. في مطب تاني قدام ده هنلبسه على 40 ونجرب يمكن يعمل فرق. بالمناسبه يا شباب الكاميرا اللي بتتهز هي اللي ورا، اللي قدام تمام كده 50. ده احنا كده هنكسر العربيه. ننزل تاني 40، يلا 40 هوبا. زي الفل. البتاع ده اختراع على فكره، الموبايل ثابت والهولدر تمام التمام. انا بالنسبه لي الاختراع ده تمام مش اي كلام. شوفوا لنا بقى يا شباب اي اختراع انتوا عايزيننا نجربه وحطوا لنا في الكومنتس تحت ونجرب المنتج ده تمام ولا اي كلام.